وجات الفكره ازاي بتاعته وصورتوه ازاي؟ لا ده صورناه صعب قوي. في حد اسمه سفروت، هو القزم الحقيقي. كنت بروح اقعد معاه في اللوكيشن، بنقول له الاداء هو اللي بيصور، وانا اتصورت سيشن لوحدي وبعدين ركبوا الوش على جسم الراجل ده. موضوع صعب جدا جدا يعني. فطلع كده، بس هم العيال بيحبوا قوي الشخصيه دي. طبعا. لا انت عارف من الادوار برضو اللي بعيد عننا احنا بقى، اللي انت اشتغلتها وانا كنت بحبها جدا، دم الغزال. طبعا كنت عامل حته دور انت. طبعا. كان 2005 يعني. بتاعي. انا عايز اقول لك على ريشة. حاجه، الراجل ده ده كان من امبابه، الراجل الحقيقي هو شخص واحد حقيقي اللي هو كان بيشتغل طبال. كان دور اسمه ريشه بتاعي. الراجل ده كان عايش في امبابه فعلا. لا بس كان كان جمهوريه حتة امبابه دور. ساعتها. ايوه جمهوريه كان امبابه. عاملها جمهوريه ليها قواعد وليها اصول ومحدش يخش. اتلحقت على اخر لحظه. مفيش افراح، مفيش مش مين انت ماشي كيف في الشارع مع والدتك مع اختك، اثبت حاجات. كان في حاجات خزعبليه الفتره دي يعني. كنتوا بتنزلوا في المناطق دي بتحضروا افراح شعبيه اكيد. فروض الفرج وامبابه وبتاع، بتحضر الافراح دي وشفت ده طبعا على الحقيقه. يعني الراجل ده كان بيحكم فعلا امبابه. كان بيحكمها فعلا. بيحكمها جدا يعني في فتره التسعينات ديت. يعني نزلت قعدت تتفرج عليه عشان تعمل حاجه شبه اول التسعينات. لا من الادوار طبعا واتعلمت الطبله يا محمود بجد. يعني خرب بيتي. ما هو ده برضو من الحاجات اللي ضايقتني في رزق برضو. انا قعدت شهرين اتعلم في الطبله دي، فروض الفرج. كنت عايز حد طبال ما يبقاش بقى في اوتيل او في بتاع، يكون في الشارع، افراح في الشارع. فكنت اروح اتعلم وبتاع، مش بتاع في كل حاجه ليها حركه. ايوه مش سهل. لا مش سهل طبعا. صعبه جدا. يعني احنا حاولت بنطبل اتعلم يعني احنا بنطبل اصلا بطريقه غلط. بالك قد ايه ما جربتش موضوع الطبله؟ بالك كتير طبعا. طبعا ما عنديش فكره. ما تفتكرش طبعا دلوقتي لا رزق بقى بعد شهرين قال لي انت كنت مختفي فين؟ قلت له اتعلم الطبله. قال لي وريني كده، وقعد طبل كما لو انه طبال. لا رزق ما طبل. اتعلمنا احنا لسه. قلت له ايه طيب عايز ايه انت؟ لا احنا هنروح له. بتطبل حلو فتحي. بحب اطبل، بس لكن وجبت طبله. كنت جايبه لي هديه. لكن لقيت الموضوع فعلا زي ما يعني وانت بتقول ان الموضوع مش جهجهوني. لا ده في قواعد وفي حاجات وموضوع وعايزه تدريب. طبعا. طبلت شويه وبقيت لا في انا ساعه المسلسل اللي كنت بعمل مسلسل اسمه الطبال. ايوه الطبال طبعا. انا حاولت اتعلم بصراحه، وبصراحه فشلت يعني، ما عرفتش. انا كسرت طبالي والله العظيم. لا ما عرفتش. في الاخر بقينا نعمل لونج انا موجود بس. أيوة. في الكلوز طبعا بيجيبوا حد محترف ايده. أيوة. لان مهنه طبعا صعبه. الله يكون في عونكم والله، الله يكون في عونكم. تحيه كبيره ليهم طبعا. والنبطشي بقى يا حوده. النبطشي ده نزلت طبعا في امبابه واتدربت وعشت وحتى النبطشي اللي انا كنت بشتغل معاه انا حقيقة فرحه يعني، فرحه الحقيقي انا كنت في امبابه ده حقيقي يعني. والمايك ده كنت انت اللي عامله مخصوص للدور؟ جولد وبتاع والحاجات كده. موجود في الحقيقه المايك ده اصلا يعني؟ موجود في عندي الناس بتمسك مايكات دهب كده موجود دلوقتي. لا يعني الفتره دي انا حسيت ان هو حركه يعني بتاعته. فانا اخدت المايك ده عندي في البيت محتفظ بيه. الفيلم ده من الافلام اللي الناس بتحبها جدا وانا بحبها على المستوى الشخصي، خصوصا كمان المشهد الاخير بتاع اللي اتكلم فيه من قلبه على كل حاجه يعني.